نايف أكارد اسم بات يرمز إلى القوة والانضباط في خط الدفاع. لاعب مغربي، ولد يوم 30 مارس 1996 بمدينة القنيطرة، وتدرج في أحيائها، حيث بدأت موهبته في الظهور منذ الصغر. بفضل طوله الذي يقارب 1.90 سنتيمترا وبنيته القوية، كان من الطبيعي أن يتوجه إلى مركز قلب الدفاع. لكن ما يميزه ليس الطول فقط، بل الذكاء في التمركز والقدرة على قراءة الملعب بشكل استثنائي. مشواره الكروي بدأ مع نادي الفتح الرباطي، وهناك صقل موهبته ولفت أنظار المتابعين في البطولة المغربية. سرعان ما جاءته فرصة الاحتراف الأوروبي سنة 2018 عبر نادي ديجون الفرنسي، وهناك كانت أولى خطواته خارج الوطن. رغم أن ديجون لم يكن من كبار الأندية، إلا أن أكارد استغل التجربة ليكتسب خبرة في دوري صعب ويظهر شخصيته القيادية داخل الملعب. بعد موسمين ناجحين نسبيا، خطف نادي ستاد عين خدماته، وهناك ارتفع مستواه بشكل ملحوظ، حيث أصبح قطعة أساسية في دفاع الفريق، وشارك في مباريات الدوري الفرنسي وكذلك في المنافسات الأوروبية، ليثبت أنه قادر على مجاراة الكبار. بفضل أدائه اللافت بدأ اسمه يتردد في وسائل الإعلام الأوروبية، خصوصا أنه يجمع بين القوة البدنية والهدوء في اتخاذ القرار، إضافة إلى تمتعه بقدرة جيدة على إخراج الكرة من الخلف، وهي ميزة يبحث عنها المدربون كثيرا في المدافع العصري. صيف 2022 شكل محطة مفصلية في مسيرته بعدما انتقل إلى الدوري الإنجليزي الممتاز عبر نادي ويست هام يونايتد. الانتقال إلى البريمير ليج ليس سهلا، فالمنافسة هناك شرسة والإيقاع سريع جدا، لكن أكار تمكن من التأقلم تدريجيا رغم بعض الإصابات التي أبعدته في البداية، ومع مرور الوقت أصبح من الركائز الأساسية للفريق، وكان ضمن المجموعة التي حققت إنجازا تاريخيا بالتتويج بلقب دوري المؤتمر الأوروبي، وهو أول لقب أوروبي لويست هام منذ عقود. تلك التجربة أعطته دفعة معنوية كبيرة، وعززت مكانته بين المدافعين العرب في أوروبا. لاحقا خاض تجربة قصيرة على سبيل الإعارة مع ريال سوسيداد في إسبانيا، حيث اكتسب تنوعا أكبر في أسلوب اللعب، قبل أن يعود إلى الدوري الفرنسي سنة 2025 من بوابة أولمبيك مارسيليا. الانضمام إلى مارسيليا، النادي العريق والجماهيري، مثل تحديا جديدا، لكنه بدأ بسرعة في فرض نفسه من خلال عروض قوية جعلته يدخل ضمن التشكيلات المثالية للجولات الأولى من الدوري الفرنسي. على المستوى الدولي، نايف أكارد يرتدي قميص المنتخب المغربي منذ سنوات، وشارك في أكثر من 50 مباراة دولية. كان جزءا أساسيا من الإنجاز التاريخي لأسود الأطلس في كأس العالم 2022 بقطر، حيث وصل المنتخب إلى نصف النهائي كأول فريق إفريقي وعربي يحقق ذلك. خلال تلك البطولة أظهر شجاعة كبيرة، ولعب حتى وهو يعاني من إصابة، ما جعله يكسب احترام الجماهير المغربية والعربية بشكل مضاعف. ما يميز أكار داخل الملعب هو شخصيته الهادئة، فهو لا يعتمد فقط على القوة البدنية، بل على القراءة الصحيحة للهجمات والقدرة على التدخل في اللحظة المناسبة. يعرف كيف يقطع الكرات دون ارتكاب أخطاء كثيرة، كما أنه يشكل خطرا حقيقيا في الكرات الثابتة بفضل ضرباته الرأسية، وفي نفس الوقت يجيد بناء اللعب من الخلف عبر تمريرات دقيقة تسهل عملية الخروج بالكرة، وهو ما يجعله نموذجا للمدافع العصري المطلوب في الكرة الحديثة. لكن مثل كل لاعب لديه بعض التحديات التي يسعى للتغلب عليها، أبرزها تجنب الإصابات التي أحيانا تعيق استمراريته، وأيضا ضرورة الحفاظ على مستوى ثابت في جميع المباريات، خصوصا أن التذبذب في المستوى قد يكون نقطة ضعف أمام مهاجم الصف الأول. اليوم وهو في 29 من عمره، يقف نايف أكارد في مرحلة النضوج الكروي. هو الآن قائد دفاع حقيقي، سواء مع ناديه أو مع المنتخب المغربي، والجماهير تنتظر منه المزيد في قادم البطولات. مستقبله يبدو واعدا، سواء بالاستمرار في أوروبا مع ناد كبير، أو بقيادة أسود الأطلس نحو ألقاب قارية ودولية جديدة. باختصار، نايف أكارد ليس مجرد مدافع عادي، بل قصة لاعب شق طريقه من شوارع القنيطرة إلى ملاعب أوروبا الكبرى بموهبة، انضباط واجتهاد. قصة تستحق أن تروى كنموذج للشباب العربي الطموح الذي يسعى للوصول إلى القمة رغم الصعاب. ومع كل مباراة يخوضها يثبت أنه صخرة صلبة في الدفاع، واسم سيبقى محفورا في ذاكرة الكرة المغربية والعربية